هذه حقائق. نعم. قاسي يا شيخ. يا فطرة الجبار جوز. الرسول صلى الله عليه وسلم على يمين الصراط. على يمين الصراط. العرش أين هذا؟ نعم. العرش تجاه الصراط. في الجهة الأخرى. الله يعني هكذا قال. ويعني لا أعلم كيف أصيغ الصغير، ولكن الوصف الطبيعي للأرض، الجغرافيا ستكون كيف؟ فيما قرأت وفيما تعلمت وفيما علمني علمائي رحمة الله عليهم رحمة الله. تلميذ بار فضيلة الشيخ، نسأل الله لك من ذلك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أقف على يمين العرش، على يمين الصراط تجاه النار، والخليل على يساره تجاه الجنة. قال: ولما لا تكون أنت أمام تجاه الجنة يا رسول؟ قال: كيما أرى الذاهبين من أمتي إلى النار فأشفع لهم عند ربي. إلى هذه الدرجة وصل بنا حنانه عليه الصلاة والسلام. واقف ومترقب كل واحد من أمته، يعرفه القنطرة أو الجسر. قال صلى الله عليه وسلم: أحد من سيف أحدكم. الشعرة أرفع أحد من سيف. شوف السكين، أحد من سيف أحدكم. تحته النار بدركاتها. تحت الصراط هو جسر. إذن هو مضروب فوق النار. جسر يعني إخواننا في البلاد يقول لك كبري. جسر. نعم. جسر. جهنم بدركاتها تحت، النار بدركاتها. نعم. من أول جهنم للدرك الأسفل تحت الصراط. نعم. ولكن النار مش حمراء، النار سوداء. فلما يبدأ العبد يجوز على الصراط لا يرى شيئا. معتم دخل في دور العتمة، لا يضيء له إلا إيمان العمل في الدنيا. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم. مش كلام ربنا، مش كلام ربنا سبحان الله. لا انظرونا نقتبس من نوركم فضرب بينهم بسور من باطن الرحمة ومن قبل العذاب. سبحان الله. وهو بدأ يجوز العبد يأتيه من فضل الله نور إيمانه الذي رصيده. نعم. عمله بالضبط. فيقول صلى الله عليه وسلم: المارون على الصراط ثلاث أنواع: ناج ومخدوش ومكردس. ناجي هيعبر. مخدوش يعني عليه بعض الذنوب. كيف يخدش؟ وهو ماشي على الصراط. يقول صلى الله عليه وسلم: على الصراط كلاليب كشوك السعدان. شوك بينبت في الجزيرة العربية تأكل تعافه الإبل. شوك. نعم. زي نشوف انت الصبار والاشواك. الكلاليب دي والخطاطيف دي كل خطاف وكلهم مختص بذنب من الذنوب، فإن كنت من أصحابه التقطك. كلاليب كثيرة. كلاليب طبعا من كل الذنوب: غيبة، نميمة، خوض في أعراض، حسد، حقد، ضغينة، ظلم. كل ذنب له كلوب خاص به. يشمه يجيبه يخطفه. فإن كان ذنبه قليل وحسناته كثيرة الكلاليب تخدشه فيقوم ويكبه. كل ما يخدش يقع. تقيم حسناته. أول ما يقع تظلم لأن عمله قليل. لا إله إلا الله. فيظلم إيمانه أو تظلم النور فيقع فيقف يتوقف. كلما أضاء لهم ما شافوا فيه وإذا أظلم عليهم قام يتوقف فينتظر يضيء له إيمانه شوية. يصطاد كلوب آخر وخطاف آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يحبو على الصراط. يحبو سبحان الله، عمله كان ضعيف في الدنيا لكن يعني. قال: فإذا وصل إلى البر الثاني قال: الحمد لله لقد أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. يا الله. مر الصراط وهذه الكلاليب. لا معذرة. نعم. مر ومخدوش مكردس. مكردس ده خلاص. ده مكردس ده يقع خلاص. تتخطى أعماله سيئة نور يسقط والعياذ بالله في دركاتها التي والعياذ بالله لا يحق لها.
سبحان منكم من يمر عليه مر الدجاجة، سرعة الفرخة نعم على قدر عمله في الدنيا، ومن يمر عليه مرور النعجة أو الخروف، ومنكم من يمر عليه مرور الفرس المدمر. يا ما شاء الله، الله أكبر. وبعدين نوره على قدر إيمانه، منهم من نوره على قدر إبهام إصبعه، يخبو ويضيء. شوف إصبع رجله الكبير هذا أو الصغير في نور، لمبة بسيط، النور بسيط على قدر كان إيمانه، يخبو مرة يضيء مرة. لكن كان بيعبد ربنا في رمضان وينسى بعد رمضان على حرف يعبد ربنا في الأزمات وفي الفرح ما يعبد. فيخبو إذا أظلم توقف وتتخطفه الكلاليب وتخدشه، وإذا مر سبحان الله إذا أضاء مر سبحان الله. وهذه السرعات، ومنهم من يمر عليه كالريح المرسلة الله، ومنهم من تناديه النار يا مؤمن أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غطى على ناري. الله أكبر، ما شاء الله. هم درجات عند الله ونعم بالله. ومنهم من تناديه النار يا مؤمن أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غطى على ناري. أمال إزاي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم؟